más importante es lo que han hecho los jugadores todo el año. Por eso que hay que pensar únicamente. تصريح خطير من زيدان يفاجئ به المنتخب المغربي بعد فوزه على نيجيريا ويقصف الجزائر. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وفخور بالمنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، واكتبوا في التعليقات ديما مغرب، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. قال زين الدين زيدان بعد فوز المغرب ونيجيريا، وأدلى بتصريحات للإذاعة الفرنسية وقال: أنا شاهدت الكثير من المباريات الكبيرة في حياتي لاعب وكمرب، وشاهدت منتخبات عظيمة ونجوما كبار ولحظات لا تنسى، لكن بصراحة ما يفعله المغرب اليوم شيء خاص جدا. هذه المباراة لم تكن مجرد نصف نهائي كأس إفريقيا، كانت معركة حقيقية، اختبار أعصاب، اختبار شخصية، اختبار إيمان بالفكرة وبالمشروع. مواجهة المغرب كانت صعبة للغاية على نيجيريا وعلى أي منتخب في إفريقيا. هذا منتخب قوي منظم، يعرف كيف يضغط، يعرف كيف يصبر، يعرف كيف يعاني، ثم يعرف كيف يضرب في اللحظة المناسبة. لقد أتعبوا نيجيريا كثيرا، جعلوهم يركضون، جعلوهم يفكرون، جعلوهم يشكون في أنفسهم، وتغلبوا عليهم بالإصرار والروح القتالية، وكأنهم كانوا في معركة حربية لا في مباراة كرة قدم. وعندما وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح كنت هادئا بشكل غريب، لأنني قلت في نفسي المغرب سيتأهل. كنت متأكدا أن بونو سيتألق وسيمنح الفوز للمغرب، تماما كما فعل أمام إسبانيا في مونديال قطر. هذا الحارس لديه شيء نادر جدا، لديه برودة أعصاب وثقة وشخصية تجعله أقوى في اللحظات التي ينهار فيها الآخرون. وهذا النوع من اللاعبين هو الذي يصنع التاريخ، وهذا النوع من المنتخبات هو الذي يذهب بعيدا ويحقق الألقاب. ما يفعله المغرب اليوم ليس حظا وليس صدفة وليس نتيجة مباراة أو اثنتين، هذا عمل سنوات، هذا مشروع واضح، هذا بناء صبور، هذا إيمان بفكرة، وهذا يظهر في أصعب اللحظات، عندما تحتاج أن تكون هادئا وأنت تحت الضغط، وأن تكون قويا وأنت متعب، وأن تكون شجاعا وأنت خائف. وهذا بالضبط ما رأيناه أمام نيجيريا. ثم دعونا ننظر بصدق إلى الطريق الذي سلكه المغرب. هزموا الكاميرون ثم هزموا نيجيريا، والآن سيواجهون السنغال. هل هناك طريق أصعب من هذا؟ إذا فاز المغرب بهذه النسخة فسيكون قد توج بكل جدارة في أصعب نسخة من كأس إفريقيا أمام أقوى منتخبات القارة. هذا ليس لقبا عاديا، هذا سيكون لقب الأبطال الحقيقيين، لأنهم لم يختاروا الطريق السهل، ولم يختبئوا ولم ينتظروا الحظ، بل واجهوا الجميع وانتصروا على الجميع خطوة بخطوة. المغرب اليوم لم يعد مجرد منتخب إفريقي قوي، المغرب أصبح منتخبا عالمي بكل معنى الكلمة. هذا منتخب له تاريخ قريب مذهل، توج بكأس العالم للشباب في تشيلي، ثم توج بكأس العرب، ثم كتب ملحمة خالدة في كأس العالم للكبار. هذه ليست إنجازات عشوائية، هذه سلسلة من النجاحات تؤكد أن هناك رؤية واضحة، وأن هناك إدارة تعرف ماذا تريد، وأن هناك لاعبين يؤمنون بما يفعلون. أنا أحب هذا النوع من المشاريع، لأن كرة القدم الحديثة لا تبنى بالصدفة ولا تبنى بالشعارات، بل تبنى بالصبر والعمل والاستمرارية. والمغرب اليوم مثال واضح على ذلك. ثم هناك شيء آخر مهم جدا، وهو الشخصية. عندما تشاهد هذا المنتخب تلعب تشعر أنهم لا يخافون لا من الأسماء ولا من التاريخ ولا من الضغط، يلعبون بثقة وهدوء واحترام للخصم، ولكن بدون عقد. وهذا هو الفارق بين منتخب جيد ومنتخب بطل. ثم اسمحوا لي أن أتكلم بصراحة عن الجدل والهجوم الذي سمعته حول المغرب وحول التنظيم، خاصة من الجزائر. أنا كنت هنا وشاهدت كل شيء بعيني، وشاهدت الملاعب، وشاهدت الأجواء، وشاهدت التنظيم، وبصراحة ما رأيته هنا يليق بكأس العالم، وليس فقط بكأس إفريقيا.
التنظيم عالمي، الملاعب رائعة، الجماهير محترمة، الأجواء جميلة، وكل من يتكلم عكس ذلك إما لم يأتي إلى هنا أو لا يريد أن يرى الحقيقة. نعم، نجل لوكا يلعب في صفوف المنتخب الجزائري، ونعم أنا جئت إلى هنا من أجل دعمه ومساندته، وهذا شيء طبيعي لأي أب، لكن هذا لا يمنعني أبدا من قول الحقيقة. الحقيقة هي أن المغرب قدم بطولة كبيرة وتنظيما كبيرا واستقبالا كبيرا، ومن يهاجم هذا العمل فهو يظلم الناس الذين اشتغلوا لسنوات من أجل أن تخرج هذه البطولة بهذا الشكل. ثم هناك نقطة أخرى أريد أن أقولها بصراحة، ربما ستثير الجدل، لكن لا مشكلة. المغرب اليوم أخذ بثأر الجزائر من نيجيريا داخل الملعب، لكن الأهم من ذلك أنه فعلها بكرة قدم نظيفة وبشخصية كبيرة وبعمل جماعي يحترمه الجميع، وهذا هو الأهم في كرة القدم، أن تنتصر داخل الملعب وليس بالكلام وليس بالضجيج. ثم أعود وأقول شيئا مهما جدا، هذا المنتخب المغربي يشرف إفريقيا كلها، ليس المغرب فقط. عندما نجحوا في كأس العالم كل القارة كانت فخورة، واليوم وهم يواصلون هذا الطريق في إفريقيا كل القارة يجب أن تكون فخورة بهم، لأنهم يعطون الصورة جميلة عن كرة القدم الإفريقية، صورة منتخب منظم ذكي قوي ذهنيا يعرف كيف ينافس على أعلى مستوى. أنا شخصيا أتمنى أن يتوجوا باللقب لأنهم يستحقون ذلك، ولأنهم يمثلون فكرة جميلة في كرة القدم، فكرة أن العمل ينتصر، وأن الصبر ينتصر، وأن المشروع الحقيقي ينتصر، وليس الصدفة وليس الحظ. ثم أريد أن أتكلم عن اللاعبين. هؤلاء اللاعبون يلعبون بثقة كبيرة لأنهم يؤمنون بما يفعلون، ولأنهم يعرفون أن وراءهم جهازا فنيا يعرف ماذا يريد، ووراءهم بلد يؤمن بهم، ووراءهم جماهير تدعمهم، وهذا يعطي قوة هائلة في المباريات الكبيرة. ثم بونو، هذا الحارس مرة أخرى أقولها، هذا النوع من الحراس يصنع الفارق في البطولات الكبيرة. ركلات الترجيح ليست حظا، هي شخصية، هي عقلية، هي شجاعة، وبونو يملك كل هذا. عندما وقفت وشاهدت الركلات كنت هادئا، لأنني كنت أعرف أن المغرب يملك الأفضلية، وهذا ليس تقليلا من نيجيريا. نيجيريا منتخب كبير ويملك لاعبين رائعين، لكن كرة القدم تحسم أحيانا بالتفاصيل، والمغرب اليوم يملك هذه التفاصيل. ثم إذا نظرنا إلى المستقبل سنرى أن ما يحدث الآن ليس نهاية القصة بل بدايتها. هذا الجيل المغربي يمكنه أن يذهب أبعد من ذلك، ويمكنه أن يحقق أشياء أكبر، لأن الأساس موجود، والعقلية موجودة، والتجربة موجودة، وهذا أهم شيء في كرة القدم الحديثة. ثم أختم كلامي بشيء من القلب كمحب لكرة القدم وكشخص عاش الأعلى مستويات في هذه اللعبة، أقولها بكل صدق، ما يفعله المغرب اليوم نموذج يجب أن يدرس. هذا منتخب يشرف بلده ويشرف قارته، وإذا أكملوا المشوار وتوجوا باللقب أمام السنغال فسنكون أمام واحد من أعظم التتويجات في تاريخ الكرة الإفريقية، ليس فقط لأنه لقب بل لأنه قصة عمل وصبر وإيمان استمرت لسنوات، وأثبتت في النهاية أن كرة القدم تكافئ من يحترمها، أن كل ما يقال من هجوم وتشكيك من بعض الأصوات في الجزائر تجاه المغرب وتنظيم البطولة لا قيمة له أمام الحقيقة الواضحة على الأرض. وأضاف: أنا كنت هنا ورأيت بعيني ملاعب عالمية وتنظيما يشرف إفريقيا كلها. من يهاجم اليوم إما لم يرى شيئا أو لا يريد أن يعترف بنجاح مغربي حقيقي. المغرب انتصر في الملعب، وانتصر في التنظيم، وانتصر في احترام العالم له، وهذا هو الرد الأقوى. ثم تابع بثقة، أقولها بوضوح وأتحمل مسؤوليتي، سأكون حاضرا في المباراة النهائية أمام السنغال، وسأكون داعما للمنتخب المغربي، لأن هذا المنتخب يستحق أن يكمل قصته حتى النهاية. وفي الختام يا أصدقاء، ادعوا معي: اللهم وفق المغرب في النهائي، وامنحه القوة والتركيز والهدوء، واكتب له النصر على السنغال، وتوجه بلقب كأس إفريقيا، وأفرح به شعبه، وأبعد عنه المؤامرات التحكيمية. إذا أعجبكم هذا الكلام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وديما مغرب.